عودة مرة أخرى لحضراتكم. أنا بحاول أقسم المعلومات اللي عندي أو التسجيل بتاعي على أكتر من تسجيل عشان ما أطولش على حضراتكم، لأن ده كان طلب مكرر من الإخوة المتابعين. أنا عايز أكلم حضراتكم النهاردة على من ضمن مكاسب مؤتمر المناخ، وده شيء جميل جدا إن مصر شريك ووسيط هام جدا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وسيلتقي بمصر زعماء العالم الروسي والأمريكي والأوكراني هنا بمصر. إيه اللي حصل؟ مصر هتستضيف زعماء أكبر دولتين في العالم للتباحث وانعقاد مؤتمر في مصر هنا مع القوات الأوكرانية، مع الجيش الرئيس الأوكراني أو من ينوب عنه هنا في مصر، للتباحث حول وقف الحرب الأوكرانية التي دمرت العالم. الحرب الأوكرانية دمرت العالم، دمرت اقتصاد العالم حقيقة. واللي ما يعرفش براحتك، أنا مش عايز أشرح كتير عشان ما أقعدش أخد وقتكم. يعني ليه مصر بالذات؟ مصر النهاردة تستضيف روسيا وأمريكا للتفاهم عن وقف الحرب الأوكرانية، وسيكون متواجد الجانب الأوكراني. دي رغبة أمريكا ورغبة روسيا، واللي هيستضيفهم مصر. شرف عظيم لمصر، شيء مشرف للأمة العربية تحديدا ولمصر، إن أنت النهاردة هتجيبهم عندك الاتنين وتقعدهم مع بعض يتفقوا على إنهاء الحرب. والحاجة التانية، هيحدث هذا المؤتمر عشان الوضع ما يوصلش إلى حرب نووية. ويقال من المحللين العسكريين اللي أنا سمعت لهم إن طبعا كلنا نعلم إن روسيا أخذت شرق أوكرانيا. أنا ما عنديش مونتاج للفيديوهات، كنت نزلت لحضراتكم الفيديو لكن كلنا شفناه كده على قنوات كتير. خدت شرق أوكرانيا لتؤمن نفسها وتدافع وتقاتل من أجله النهارده. يقال إن أوكرانيا هتقسم إلى دولتين: أوكرانيا الأوروبية اللي هي فيها زيلينسكي واللي هي ما زالت فيها الجيش والشعب الأوكراني، وأوكرانيا الروسية اللي هو خط شرق، اللي هو 4 أقاليم تم احتلالهم أو تم السيطرة عليهم من القوات الروسية. دي هتبقى أوكرانيا الروسية، وهينزعوا الأسلحة النووية من أوكرانيا، ستنزع. والمؤسسات النووية الحالية، المفاعلات النووية الموجودة في أوكرانيا هتكون تحت سيطرة ورقابة القيادة الروسية والأمريكية. إذن هناك تفاوض قريبا جدا سيحدث في مصر، وستقسم أوكرانيا لدولتين: أوكرانيا الروسية اللي هو ال4 أقاليم، وأوكرانيا الأوروبية اللي هي الحالية. طب المؤسسات المفاعل النووي اللي عليه المشاكل هيكون تحت رقابة الأمم المتحدة وروسيا. طيب الأسلحة النووية الموجودة حاليا هتنزع. ده يأمن روسيا. ثانيا، لا وجود لأي قوات من الحلف داخل أوكرانيا. وشروط كتير جدا، ولكن الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده كلام يعتبر تحليلات وبعض المطالب المسربة لدى بعض المواقع، نقول الاستخباراتية الأوروبية، أو هم مسربينه عن قصد يعني. طيب، الهدف من المؤتمر إنقاذ شعوب العالم من المجاعات. ده المؤتمر. ثانيا،
برضو من ضمن المؤتمر هيتم فحص والتحدث باستفاضة عن الوضع الإيراني النووي. حاليا كلنا نعلم ان ايران على مقربة من امتلاكها للنووي. انا بقول خلاص امتلكت النووي ولكن لم تعلن عنه حتى الان. هيبحثوا في الحتة دي لان النهاردة روسيا بتتضامن مع ايران. امريكا بتحارب وواقفة في الطريق من عدم انتشار المفاعل النووي او السلاح النووي الاعتراف به الايراني، خشية على ايه؟ خشية ان تكون الند بالند للدول العظمى، واكتر حاجة خايفة عليها خايفة على اسرائيل. اذا امريكا تعمل دائما لمصالحها ومصالح اسرائيل، ده المعروف. طيب نقول تاني ان المؤتمر ده مؤتمر مشرف للشعوب العربية ولمصر، وتحيا مصر دي من ضمن ناتج مؤتمر المناخ. دي الحصاد بتاع مؤتمر المناخ. انا قاعد امبارح فانا كنت بحاول احضر البعض بالليل، يعني احضر الكلام اللي انا هقوله، بجيب من المواقع. فقاعد انسان مثقف نوعا ما قاعد قصاد مني كده على مكتبي، بقول له مصر هتستضيف وهتعمل. قال لي يا باشا احنا مش اولى بالمصاريف دي. الفكر فكر ذو نظرته قريبه. مصاريف ايه؟ ده انت النهارده اللي هيجي بخير وبالسياحه وباللي انت جات على ان انت تستضيف خمسه سته. ما احنا كل يوم ناس وفود دبلوماسيه رايحه وجايه. ده على مستوى العالم. احنا اولى في ظل الظروف. انت اولى في ايه؟ ده انت النهارده العالم كله هيتكلم عنك. ده انت بتقول انا مصر اهو، انا قوه عظمى النهارده، انا دوله قويه بستضيف وبرتب الامور وبحمي وبامن وبعمل كل ده. يعني يرفع من شأن مصر. سيبك من الكلام بتاع المغيبين، لان اللي قاله لي صديقي اللي كان قاعد جنبي واتكلم معايا انا رديت عليه وقلت له اكتر من كده، انا بختصر لك. لكن هتلاقي واحد تاني مغيب يقول لك احنا يا عم في ولا في ايه. انت النهارده معلش عفوا يعني بالبلدي زي ما بيقولوا انسان عادي جدا اللي هي مصر. في اكبر اتنين في محافظتك عملوا مشاكل مع بعض وجيت قعدتهم وبقيت انت الحامي الحمى، واقعد هنا وقول وحلوا المشكله دي مع بعض. دي ترفع من قيمتك وشأنك في بلدك، فما بالك مصر. فيا جماعه الموضوع ان شاء الله يعني خير، وحفظ الله مصر وحفظ الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين. وتحيا مصر مليون مرة. ومصر قادمة يا مصريين، حقيقة مصر قادمة. أدعوك شجعني بلايك أو بكومنت واشترك في قناتي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.